لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا معكم عن أفضل الأعمال في شهر الصيام. فمن أفضل الأعمال في شهر الصيام كما مر معنا، أول ما يجب على الصائم الاعتناء به الفرائض، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال تعالى في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بشيء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل الأعمال في شهر رمضان، في شهر الصيام، المحافظة على الفرائض، المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد مع جماعة المسلمين، وعدم إخراج الصلاة عن وقتها الشرعي. ثانيا، الحفاظ على الصيام والحذر من خدش الصيام بالمعاصي والآثام. فينبغي للصائم أن يصوم عن الطعام والشراب وتصوم جوارحه عن المعاصي والآثام. كذلك ثانيا، من أفضل الأعمال في شهر الصيام الإكثار من قراءة القرآن كما مر معنا في درس البارحة. ثالثا، من أفضل الأعمال في شهر الصيام الصدقة. وتعلمون ما للصدقة من الأجر العظيم في رمضان وفي غير رمضان. يقول ربنا تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فانظروا كيف كان إطعام الطعام من أسباب دخول الجنان ورضا الرحمن. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. النتيجة: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجاء في حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أسباب دخول الجنة بسلام إطعام الطعام. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. والصدقة تطفئ الخطيئة كما جاء في الحديث: الصدقة تطفئ الخطيئة. والصدقة كذلك من أسباب العافية. داووا مرضاكم بالصدقات. ولا سيما عباد الله في شهر الصيام، فلا شك كما قال العلماء أن الحسنات تزداد بشرف الزمان، وكذلك السيئات يزداد إثمها بشرف الزمان. فليست المعصية في رمضان كالمعصية في غير رمضان. لا شك أن المعصية في رمضان يعظم إثمها ويعظم جرمها، وكذلك الحسنة في رمضان
يزاد أجرها ويضاعف ثوابها. ولا يخفى عليكم ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأجر في تفطير الصائمين. ولهذا كان سلفنا عليهم رحمة الله تعالى يحرصون غاية الحرص على الجد والجود في رمضان، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث وصف عليه الصلاة والسلام أنه كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وسلفنا، ولما نقول السلف معنى كلمة السلف من سبقنا من أهل العلم كالصحابة ومن جاء بعدهم من أهل العلم والصلاح والاستقامة، الذين كانوا على المنهج القويم، كانوا متمسكين بكتاب ربهم مقتدين بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء كانوا يحرصون غاية الحرص على الاجتهاد في رمضان. فكان ابن عمر رضي الله عنهما في رمضان لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. يعني كان في شهر رمضان ابن عمر لا يفطر مع أهله، بل كان لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. وكان الحسن وابن المبارك يقومون بتفطير الصائمين ويجلسان، يعني يقومان بتفطير الصائمين ويجلسان يخدمان الصائمين، لما في ذلك من الأجر الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء أو شيئا. أخرجه أحمد. وكان بعض السلف يقول: لأن أدعو عشرة من أصحابي على طعام يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. انظروا إلى حرصهم رضي الله عنهم على الخير وعلى الجود في رمضان. فكما رأينا من أفضل الأعمال في شهر الصيام المحافظة على الفرائض كالصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، المحافظة على الصيام وعدم جرحه وخدشه بالمعاصي والآثام. ثانيا قراءة القرآن والإكثار من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والإكثار من الختمات. ثالثا الصدقة والجود وتفطير الصائمين. ونرى إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس اللاحقة أفضل الأعمال في شهر الصيام. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.